في كل جيل دايما في شخص مختلف، شخص مش زي الباقيين. ربنا سبحانه وتعالى بيديله موهبة خاصة وقدرة مميزة أو مسؤولية محدش غيره يقدر يتحملها. الصحابي اللي هنتكلم عنه النهاردة كان عنده مسؤولية من النوع الخاص جدا، مسؤولية ما تحملهاش غيره، لأنه كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتعرف على حذيفة ابن اليمان. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه واحد من الصحابة اللي ما ذكروش كتير، ولكنه كان أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. أبي حذيفة كان من مكة، ولكنه هرب للمدينة بسبب الثأر اللي كان عليه، وهناك اتجوز وخلف حذيفة. فعاش حذيفة بين المهاجرين والأنصار. لما النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة كان أول الناس اللي دخلوا في الإسلام هو وأبوه، وكان دايما في الصفوف الأولى مع المسلمين في المعارك. ولكن الدور الحقيقي لحذيفة ظهر لما الرسول صلى الله عليه وسلم اختاره لمهمة صعبة جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب حذيفة، وكان شايف فيه دايما الذكاء وقوة الملاحظة، وعشان كده ادى أعظم أمانة، وهي قائمة المنافقين وأسماء المنافقين واللي بيحاولوا من هم يهدوهم الإسلام من الداخل، ومحدش غيره كان يعرف الأسماء ديت. لدرجة إن عمر بن الخطاب علشان ما كانش عارف سأل حذيفة وقال له: هل أنا منهم يا حذيفة؟ كان خايف إن هو يبقى من ضمن المنافقين. ولكن أخطر مهمة كانت لحذيفة كانت في غزوة الأحزاب، لما اتحالفت قريش واليهود والقبائل ضد المسلمين، والوضع كان خطير جدا في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يعرف أخبار المشركين، فطلب من الصحابة إن حد منهم يتسلل إلى الأعداء ويعرف أخبارهم. الدنيا كانت ظلام والرياح كانت شديدة والجو برد قارس، ومحدش قدر يتحرك إلا حذيفة بن اليمان. دخل وسط معسكر المشركين بكل شجاعة، وسمعهم وهم بيخططوا للانسحاب بسبب العاصفة، ورجع للرسول صلى الله عليه وسلم يبشرهم بإن الأزمة انتهت. وفعلا في نفس الليلة المشركين انسحبوا والمسلمين انتصروا بدون قتال. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فضل حذيفة في خدمة الإسلام، وكان مستشار للخلفاء، وكان دايما بيقول للناس الفتن قادمة فاحذروا، لأنه كان عارف إن المنافقين لسه موجودين وإن الفتن هتحصل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبره. ومات حذيفة سنة 36 هجرية بعد استشهاد عثمان بن عفان بأيام قليلة، وكأنه ما كانش عايز يشوف الفتنة الكبيرة اللي حصلت بين المسلمين بسبب عبد الله بن سبأ لما قتل عثمان بن عفان هو مجموعة من المنافقين بعد ما حصروا المنزل بتاع عثمان بن عفان. ولكنه فضل طول حياته حامل الأمانة وصاحب السر اللي ما أعلنوش أبدا، وده كان حذيفة بن اليمان اللي كان عارف أخطر الأسرار، واللي كان دايما سابق زمنه ببصيرته وبذكائه. ولكن الصحابي اللي هتكلم عنه في الحلقة الجاية كان فارس شجاع معروف بقوته وإقدامه، وكان من أوائل المسلمين اللي رفع بسيفه في سبيل الإسلام. تفتكروا مين؟ استنوني في الحلقة الجاية وتعالوا نتوقع مع بعض ونشوف مين الصحابي اللي المرة الجاية هنتكلم عنه بإذن الله. شكرا ليكم، كان معاكم مستر محمد السيد الشاب. السلام عليكم.